تمام. ده اول فيديو اطلع فيه بشكلي وبصوتي وكله، فخلينا نخش في الموضوع على طول، وهو ازاي تحسن شكلك باربع حاجات او اهم اربع حاجات لتحسين الشكل بشكل عام، وهي فك الجولاين وشعر الوش وتمارين الرقبه واخيرا قصة الشعر. اول حاجه فك الجولاين. عشان يبقى عندك فك جولاين عامة انت محتاج تعمل حاجة اسمها ميوينج. الميوينج هي وضعية اللسان الصحيحة. لما انت بتحط لسانك في سقف حلقك او الوضعية الصحيحة، شكل الجمجمة مع الوقت بيتغير. اللسان لما بيكون في المنتصف مش محطوط فوق بشكل عام، دي مش وضعية صحيحة اصلا، فالجمجمة نفسها بتتشكل بشكل غلط. فبالتالي لما انت بتعمل ميوينج الجمجمة بترجع لشكلها الطبيعي، فبيحصل شكل الفك او الشكل اللي هو مرسوم للفك. دي اول حاجة. تاني حاجة عندك حاجة اسمها لبان سمارة. لبان سمارة بيساعد جدا 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 انه يقوي الفك. فعشان تقوي الفك انت محتاج تاكل من لبنتين لثلاث لبنات في اليوم مثلا سمارة لحد ما يبدأ يوجعك، ساعتها ممكن تشيلها. ده هيقوي عندك الفك وهيخليه شكله صلب بمعنى أصح. بعد كده عندك آخر حاجة تنزيل الدهون. لو انت عندك دهون هيكون عندك حاجة اسمها لدغ، ودي حاجة مقززة مش زي ما اكيد انتوا عارفينها. فعشان تتجنب اللدغ محتاج تنزل الدهون اللي في الوش. مبدئيا عشان تنزل الدهون في الوش لازم تشرب ميه كتير في اليوم وما تستهونش خالص بالميه. والتمارين لو انت عندك دهون في جسمك بشكل عام هتحتاج برضك تزود من الكارديو في الجدول بتاعك. نخش بقى في تاني حاجه وهي شعر الوش، وهو الشعر اللي عند الخدين، الشعر اللي بين الحواجب، الشعر اللي عند القفا، واخيرا شعر المناخير. وعشان تقدر تشيل الشعر بتاع المناخير ده بتجيب اي ماكينة حلاقة الراس بتاعتها بتتفك، وبتجيب راس معينة للمناخير وخلاص كده خلصت. ونفس الراس دي تقدر تشيل بيها الشعر اللي بين الحواجب. وطبعا هي مش من اهم الاشياء لانها يعتبر من الاساسيات، وهي غسل السنان. لو انت مش بتغسل سنانك فانت مهدر في حق نفسك، غير ان شكلك هيكون مقزز. لان تلقائي او في باطني لما بتقابل اي حد جديد بتركز على اسنانه بشكل باطني. الموضوع ده بيحصل لي شخصيا، فاهتم بسنانك برضك من ضمن الاشياء. تالت حاجة تمارين الرقبة. طبعا انا مش احسن واحد اتكلم في تمارين الرقبة، انا عملتها فترة كده بطلت منقطع، بس هرجع تاني. تمارين الرقبة عندك حاجة اسمها نيك كيرل ونيك اكستنشن. تمارين الرقبة بشكل عام بتحسن شكلك لانها بتعرضها وكمان بتحسن معاها الجولاين. فتمارين الرقبة مهمة جدا 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 لتحسين الشكل بشكل عام. ضيف عليها انها بتخليك تتجنب الاصابات، لاني الفترة اللي كنت منقطع فيها عن التمارين دي ومش بعملها، وانا في نص الجيم حصل لي اصابة في الجزء اليمين ده او شد بمعنى اصح، فضل شد يجي 3 ايام. فعشان تتجنب حتى الاصابات جوه الجيم تمارين الرقبه هتكون مهمه جدا جدا جدا، وحتى بدون اوزان. انت مش محتاج تحط اوزان، بس مجرد تمارين 30 عده 20 عده، ممكن مجموعه واحده يكون كافي جدا بدون اوزان. مش هتحتاج خالص اوزان في التمارين دي في البدايه على الاقل. ممكن لما بقى مثلا توصل مستوى متقدم تحتاج تحط اوزان او كده، بس في العادي او في العموم لو بدون اوزان هيكون بيرفكت. رابع حاجه واخر حاجه قصة الشعر. قصة الشعر كفيلة انها تغير شكلك 180 درجة حرفيا لو انت مش عاملها صح. انا دلوقتي دماغي صغيرة، فبالتالي لو انا ربيت شعري او خليته طويل مش هيكون حلو. ليه مش هيكون حلو؟ انا شعري اصلا طبيعته جاف، فبالتالي كل ما بيكون طويل كل ما بيكون رافع اصلا لوحده. فبالتالي المناسب لدماغي او لشكل دماغي هو الشعر القصير، لان انا مجرب الموضوع ده وحافظه. انت برضك نفس الفكرة، انت بتقعد تجرب 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 وتشوف المناسب ليك او المناسب لدماغك. لو انت مثلا شعرك ناعم فجرب طوله او قصره، برضك نفس الفكرة. وقرر انت فاهم صور نفسك كذا صورة بكذا شكل وقرر انهي حلاقة مناسبة لشكل. ساعتها الحلاقة دي اللي هتفضل ثابت فيها، لانها هي اللي مخليه شكلك احسن او مخليه ملامحك باينة اكتر. وبس كده، دي كانت اهم 4 حاجات تقدر تهتم بيهم لتحسين شكلك. كان معكم احمد جمال من قناة انوميا. اشوفكم في الفيديو القادم. تشيك اوت.